بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي كبسولة رياضية، بتكلم عن مباراة مصر وبلجيكا، منتخب مصر وبلجيكا. بوجه كلامي للمسؤولين عن اتحاد كرة القدم المصرية، بوجه كلامي لكل مسؤول عن الرياضة في مصر. منتخب مصر هيلاعب بلجيكا. بلجيكا بتلعب مباراة ودية لأنها رايحة كأس العالم. منتخب بلجيكا من المنتخبات القوية المرشحة بقوة للفوز بكأس العالم أو الوصول لأدوار كبيرة جدا. ومنتخب مصر للأسف لم يتأهل لنهائيات كأس العالم اللي هيتلعب في قطر في الدولة العربية. كنت متخيل لو مصر وصلت، كنت متخيل ان جماهير بالملايين هيكونوا في قطر لمؤازرة المنتخب القومي المصري. شعب مصر اللي بيحب كرة القدم، اللي بيعشق كرة القدم، اللي بيتنفس كرة القدم، في مجموعة سرقوا حلم الشعب المصري، سرقوا أحلام الجمهور المصري. هل يمر ذلك بلا عقاب، بلا أي محاسبة؟ رايحين نلاعب منتخب بلجيكا مباراة ودية. هل في قوام حاليا للمنتخب المصري يستطيع أن يعمل نتيجة مشرفة أمام بلجيكا؟ شفنا الأرجنتين والإمارات 5-0 للأرجنتين. هل الجمهور المصري يقبل إن منتخب مصر يكون حقل تجارب لمنتخب بلجيكا اللي رايح بعد كده يلعب مع منتخبات عربية شبيهة لمنتخب مصر في كأس العالم؟ والله 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 بيعجز الكلام عن وصف حال الكرة المصرية، بيعجز الكلام عن وصف المسؤولين عن الكرة المصرية. منتخب الناشئين ما وصلش نهائيات افريقيا. الناشئين احنا عندنا القاعدة مقلوبة وراس الهرم لتحت للأسف. سوء اختيارات المدربين، سوء اختيارات اللاعبين، كل شيء مفيش له أي منظومة، مفيش فيه أي تخطيط. فيتوريا جمع شوية لعيبة ورايحين يلعبوا بلجيكا. ربنا يستر ونقدم مباراة تليق باسم مصر. مش عايزين نكسب ولا عايزين نتعادل، بس عايزين نلعب كرة قدم، نوري للناس ان احنا اتظلمنا في ان احنا نوصل لكاس العالم. الظلم مش في التحكيم، الظلم مش في الجماهير بتاعت السنغال، الظلم في المسؤولين اللي ماسكيننا في فترة وخلونا نطلع من كاس العالم في قطر. تابعي كبسولة رياضية، كلنا بندعو ان شاء الله يكون في وقفة مع كل مسؤول عن كرة القدم، ولازم يجوا ناس يخططوا صح للكرة المصرية على مدار 20-30 سنة قدام. لكن للأسف احنا بنخطط بعد شهر بنغير اللي احنا خططناه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.